السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة تعلم اساسيات C++. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم وهو ال if statement او العبارات الشرطية. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هتشيك على شرط، يعني انا هديله شرط معين، ولو الشرط ده اتنفذ ابدأ حقق لي الكود اللي انا هديهولك. تمام؟ يعني باختصار انا باخد قرار بناء على شرط معين، لو الشرط اتنفذ هاخد القرار مثلا، ولنفرض هوافق على حاجة لو الشرط ده اتحقق، لو ما اتحققش هرفض الحاجة دي. تمام؟ تعالوا ناخد مثال عشان نفهم الموضوع اكتر. تمام، بتتكتب ازاي؟ السنتكس بتاعها اساسا بيتكتب ازاي؟ تكتب كلمة if بعد كده قوسين، تمام؟ بين القوسين دول انت بتكتب الشرط بتاعك. طيب لو الشرط اتحقق هتنفذ ايه؟ هتنفذ اللي بين الكيرلي بريسز دول اللي يخصوا الاف. تمام؟ فهندي مثال بسيط. اول حاجة اللي هو مثلا الايدج، مثلا هنكتب هنا انت age. تمام، هخلي مثلا الايدج ده بيساوي 9 مثلا. جميل. لو الايدج بتاعك اصغر من او بيساوي 10 هتعمل ايه؟ هتطبع لي cout child، ان ده طفل. حد من 10 لحد اقل من 10 لحد 10 ده بيكون طفل. تمام؟ فدلوقتي عندي الايدج دي ب9. طيب الشرط كده هيتحقق ولا مش هيتحقق؟ هو دخل هنا هيشوف هل الايدج دي اصغر من او بتساوي 10. تمام، ادخل على الكود اللي بين الكيرلي بريسز دول. تمام، run، طلع لي child. تمام، طب لو الشرط متحققش هيعمل ايه؟ خلينا نخلي الايدج هنا ب11 ونرن كده، ما طلعش حاجة. ليه ما طلعش حاجة؟ هو اجي هنا، تمام، هل الايدج اصغر من او بتساوي 10؟ لا، تجاهل الاف دي كلها، هو بالنسبة له تجاهلها تماما لما الشرط ده ما تحققش. هيشوف بقى لو في حاجة تانية في الكود هيكملها، يعني مثلا لو في هنا cout print anyway مثلا، هيطبع عادي الجملة اللي بره الاف ستيتمنت. ماشي، انا دلوقتي جيت على الاف دي لقيت الشرط بتاعي ما اتحققش، فما تجاهلتها تماما، ما طبعتش اللي جواها، وشفت بقى باقي كود فيه ايه طبع او فيه ايه اتنفذ وعملته. تمام. طيب تمام، انا دلوقتي قلت لو الشرط متنفذش هيكمل باقي الكود. طيب انا لو عايزة اقول له لو الشرط ده تحديدا متنفذش، يعني انت لو هو مثلا مش اقل من 10، طب في اوبشن تاني، يعني هو دلوقتي مش اقل او من او يساوي 10، فهعمل ايه؟ يعني ممكن اطبع ايه؟ ففي حاجة اسمها else. تمام، else دي ما بيكونش ليها condition، هي بتبقى بس الخيار اللي هو ان ما كانتش دي يبقى دي. تمام، فانا دلوقتي else هقول له cout teenager مثلا. تمام، فانا دلوقتي دخلت دلوقتي بالايدج 11، ما لقيتهاش بتحقق الشرط ده، طب هعمل ايه؟ هشوف اللي بعدها، في بعدها else. تمام، else دي يعني اي حاجة غير الشرط اللي في اف، اي حاجة غير الشرط اللي في اف هتروح على else. تمام، فدلوقتي هروح اطبع، طبع لي تينيجر. ثواني بس هنفصل بينها كده عشان الموضوع يوضح. طبع لي تينيجر، وطبع لي بعد كده print anyway اللي هي كانت بره اساسا البلوك بتاع الاف ستيتمنت. تمام. طيب في ايه تاني؟ في حاجة تاني مهمة جدا وهي ال else if. ايه هي ال else if؟ خلينا بس نمسح دول واشيل دي كمان عشان الموضوع يوضح اكتر. عندي حاجة اسمها else if. ال else if دي استخدامها ايه؟ ان انا عندي كذا شرط، يعني لو الشرط ده متحققش في شرط تاني، لو الشرط ده متحققش في شرط تاني، وهكذا. طيب هدي دلوقتي مثلا نتيجة طالب، فانا عايزة اقوله من مثلا 90% فيما فوق فهو كده A بلس او امتياز،
ولو من 80 لحد 90 هيبقى مثلا جيد جدا، ومن 70 ل80 هيبقى جيد. تمام، خلونا نكتب كده end score. سكور مثلا بيساوي 85. تمام، فاقول له if السكور اكبر من او بيساوي 90 هتعمل ايه؟ قولي ان هو A بلس. تمام، ال else if بتتكتب ازاي بقى؟ else if تحط شرط زيها زي if بس في else قبلها. تمام، هتحط الشرط بتاعك. ايه هو تاني شرط؟ لو السكور اكبر من او بيساوي 80 هنقول له see out مثلا B او B بلس. تمام، else if السكور أكبر من أو بيساوي 70 قولي see out C بلس. تمام، طيب else يعني لو هو ولا 90 ولا 80 ولا 70 ولا أي حاجة فيما فوق أقول له ايه؟ else آخر شرط، آخر خيار خالص، لو أنا خلاص عارفة إن أقل من 70. تمام، هقول له ايه؟ see out study harder. تمام، خلونا كده نرن. السكور قلنا ب85، فهنشوف هيطلع لنا ايه دلوقتي. قال لي B بلس. تمام، طيب هو دلوقتي عمل ايه بالظبط؟ جيب السكور كده، السكور 85. هل السكور دخل على اول اف؟ هل السكور اكبر من او بتساوي 90؟ لا، فتجاهلها. تمام، دخل على تاني اف، هل السكور اكبر من او بيساوي 80؟ فراح طبع لي البي بلس. تمام، طالما حاجه اتحققت في الالف، يعني انا دخلت على اف، لو هو كان اتحقق في الاف مكانش هيخش على باقي الالس اف والالس اف اللي بعدها والالس اللي بعدها. تمام، طيب ما اتحققش فبدأ يبص على بعديهم، يعني الاف الاولى ما اتحققتش فبص على التانية اتحققت فمش هيبص على الباقي، مش هيبص على الباقي ده خالص. تمام، فهي دي فكرة اف والس اف. طيب انا مثلا عايزة اعمل كذا شرط، هنزل كده خالص اف جديدة. تمام، يعني انا لو مثلا كذا شرط ما يخصوش بعض فاف جديدة عشان ما تفتكرش ان هي اف واحدة بس في البرنامج كله يعني. تمام كده، اعتقد الصورة وضحت. طيب اخر حاجه حابه اتكلم عليها في الاف هي النستد اف. يعني ايه نستد اف؟ يعني اف جوه اف. تمام، يعني مثلا اف الاكس بتيكوال 10، اف تاني جوه الاف، والواي بتساوي 20. هتعمل ايه بقى؟ سي اوت مثلا الاكس ايكوال 10 والواي ايكوال 20. تمام، هو دلوقتي بيعمل ايه؟ هو بيخش على اول اف، هل الاكس دي بتساوي 10؟ الشرط ده اتحقق فيبدأ يخش على الشرط اللي بعديه. تمام، هل الواي بتساوي 20؟ فهيبدأ يطبع دي. تمام كده، طيب لو اول شرط اساسا ما اتحققش، يعني مثلا دي كده هنخليها ب9 ونجرب. اول شرط ما اتحققش اساسا، هل هيخش في تاني شرط؟ لا، مش هيدخل في تاني شرط. طيب اول شرط اتحقق ولكن تاني شرط ما اتحققش، مثلا دي هنخليها ب10 هي كمان، فبرضو اول شرط اتحقق بس التاني متحققش. لو في اي امر جوه الاف الاولانيه هيتحقق، يعني مثلا سي اوت الاكس ايكوال 10. تمام، طالما اول شرط اتحقق يبقى هيدخل ينفذ اللي جواه. تمام،
فانا عندي دلوقتي ده اول شرط اتحقق، فدخلت في الاف، دخلت بين الكيرلي بريسز بتاعت الاف اشوف ايه جواها، لقيت اف تانية. تمام. طيب الاف التانية شرطها متحققش، هتجاهلها بس هكمل الاوامر اللي في الاف الاولى. تمام كده. وبكده نكون خلصنا درس النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا. لو عندكم اي اسئله اكتبوها في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.